كشفت تقرير صحفية أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني ضمن الأهداف الرئيسية لفريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد. وكانت تقرير صحفية قد أكدت أن الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد جدد عقده مع الملكي لمدة موسم حتى يونيو 2024، وهو ما أكدته صحيفة آس الإسبانية في أكتوبر الماضي، حيث قالت شبكة ريليفو الإسبانية إن كريم بنزيما يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد وصول عرض ضخم من السعودية. وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما يمتلك عرضا من نادي اتحاد جدة السعودي بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، سيحصل اللاعب الفرنسي على 100 مليون كل موسم. ويعد كريم بنزيما أحد أساطير ريال مدريد لما حققه مع الميرجي طوال السنوات الماضية، وتحمل قيادة الفريق بعد رحيل الثنائي العملاق كريستيانو رونالدو سيرجيو راموس. كان كريم بنزيما قد توج بجائزة أفضل لاعب فرنسي محترف للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، والممنوحة من قبل اتحاد اللاعبين المحترفين ببلاده، والتي أعلنت خلال حفل أقيم وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم هناك، أبرزهم ديديه ديشام المدير الفني للديوك. وخاض كريم بنزيما حتى الآن في الموسم الحالي 42 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 6 أهداف بمعدل تهديفي بلغ 119 دقيقة. بينما شارك في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 بخلاف تسجيله هدفا في السوبر الأوروبي، ومثله في كأس العالم للأندية و4 أهداف في كأس إسبانيا.